عارف إن في ناس عندها ADHD ومحدش بيكتشفه غير بعد سنين؟ أيوة، في ناس عندها ADHD ممكن تركز بشكل مرعب، زي يقعدوا 6 ساعات متواصلين على لعبة، مسلسل، شغلانة، وينسوا ياكلوا أو حتى يدخلوا الحمام. ده اسمه هايبر فوكس. حقيقة إن ال ADHD مش مشكلة قلة تركيز، دي مشكلة تنظيم تركيز. يعني المخ ساعات يرفض يركز في حاجة مهمة، وفي نفس الوقت يتعلق بحاجة تانية بشكل مبالغ فيه. في دراسة اتكلمت إن مخ ال ADHD بيتعامل مع المهام المملة كأنها حمل تقيل جدا، عشان كده أحيانا إنه يقوم بحاجات بسيطة جدا بيبقى مرهق بشكل الناس التانية ما تفهموش. وعشان كده متستغربش لما تلاقي حد ذكي مبدع بس مش قادر يبدأ مهمة بسيطة أو يرد على رسالة أو حتى يرتب أوضته. ممكن كمان يبان هزاره وطاقته عالية، لكن من جواه بيكون مرهق جدا من التفكير والتحليل الزايد. الأغرب بقى إن ناس كتير منهم على طول بيتقال لهم أنت كسول، أنت مهمل، أنت بتضيع وقتك، فيبدأ يصدق إن المشكلة في شخصيته. حساسين جدا، يعني النقد بالنسبة لهم مش بيضايقهم وخلاص، هما ممكن يحسوه كأنه وجع حقيقي. تعليق بسيط، نبرة صوت، حد ما ردش على الرسالة، كل ده ممكن يخليه يقعد ساعات يفكر أنا عملت إيه غلط.